حبايبي كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وعشان كده هنعمل الزبادو في البيت. اطعم واحلى واجمل زبادو في البيت. اللي عايز يشوف الطريقه يجي معايا ويشوف الفيديو بالكامل على قناتي، قناه مطبخ فاطمه. وكمان هنعمل معاها اطعم واحلى زبادي ممكن تتخيلوه. قد ايه دسم وطعمه تحفه، قد ايه موفر. يلا بينا نشوف الفيديو بالكامل على قناتي قناه مطبخ فاطمه. بفكركم ان دعمكم بيفرق معايا، فيلا بسرعه اعملوا لايك وسبسكرايب ودوسوا على الجرس عشان تتابعوا كل جديد مع مطبخ فاطمه. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا في مطبخ فاطمه مره تاني. النهارده هنعمل الزبادي البيتي. طبعا الزبادي اكله خفيفه مغذيه جدا. المفترض ان احنا لما بنجيبها من اللبان بتبقى احسن من اللي هي في السوبر ماركت، بس حتى اللبان برضو ما بتبقاش زي البيت. واتحداكم اعملوا الطريقه اللي بقولكم عليها دلوقتي، واتحداكم ان انتوا هتبطلوا تشتروا زبادي من بره. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. بس قبل المقادير بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. المقادير عندي سهله جدا. لو انا هتعامل مع كيلو لبن، طبعا لبن من عند اللبان وغلياه وسايباه يبقى فاتر يعني دافي، يعني لو احط ايدي كده اتحملها، مبقاش سخن مبقاش ساقع، بس لازم يكون من عند اللبان. تمام عشان تحصلي على نتيجه كويسه يعني. وكوبايه زبادي هتبقى هي دي الخميره بتاعتي، يبقى ده معناه ان كيلو لبن عليه كوبايه زبادي. وهنحط نص معلقه سكر، او لو انتوا عايزينه محلي بدل ما تحطوا عليه عسل او حاجه يبقى معلقه سكر، بس احنا هنحط نص معلقه سكر عشان ما يبقاش فيه المزازه بتاعه الزبادي. وطبعا كلنا في رمضان كل سنه طيبين. اي حد فينا في رمضان لما بيجي يتسحر لازم الزبادي ده وجبه اساسيه مع اي حاجه بتتاكل في السحور، عشان هو خفيف على المعده وبيغذي وبيسند. تعالوا بقى نشوف مع بعض الطريقه، يلا بينا. احنا دلوقتي هنفضي الكيلو لبن في البوله بتاعتي دي، تمام، وعليها كوبايه الزبادي ونص معلقه سكر زي ما قلنا، واقلب كويس قوي بمضرب لو انا عايزه اعمله بالايد، بس اقلب كويس جدا 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 عشان يدخل له فومه، وفي نفس الوقت يدوب كويس الزبادي في اللبن، فاللبن كله يتخمر ويبقى زبادي. انا مش بفضل طريقه اليدوي، بس بقول لو انت مستعجله ومش عايزه توصلي خلاط والكلام ده، انا مش هعمل ده، انا هعمل في الخلاط، بس انا قلت اقول لكم عشان لو حد مكسل يطلع الخلاط. احنا دلوقتي هنعمل اللي احنا قلناه ده بس في الخلاط احسن، لانه الاكيد انه بنحصل على نتيجه افضل كتير. زي ما احنا شايفين هصب اللبن عندي، اللبن حتى بالوش بتاعه اهو. بعد كده هجيب كوبايه الزبادي. بصوا الزبادي بقى بتاع اللبان اوريدي دي اصلا الخميره بتاعت الزبادي دي حلوه، يعني بصوا شايفين الوش عامل ازاي، فبالتالي لما الزبادي يكون حلو ويجي نخمر اللبن بالزبادي الحلو هيدينا نفس النتيجه واحسن كمان في الوش بتاعه. عشان كده ما بحبش ان انا اجيب زبادي او لبن من السوبر ماركت، لانه مش هيديني النتيجه اللي انا عايزاها. ونص معلقه سكر او زي ما قلنا حسب الطلب. تمام كده هنخلط الكلام ده كله مع بعضه في الخلاط. شايفين المنظر، شايفين الوش عامل ازاي، ده اللي هيدينا احلى نتيجه واحلى زبادي، احسن 100 مره من زبادي اللبان. طبعا انا بتكلم عن انه احسن كطعم وكجوده وكده وانضف، كمان ما اتكلمتش عن التوفير كسعر. يعني كيلو اللبن دون هنشوف هيطلع لنا كام كوبايه زبادي. هنخلط دلوقتي. انا كده خلطته، بس انا هعمل اديله زي صدمه كده مره في التانية عشان ادخل هوا وفومه، عشان ده بيساعدني انه يدي وش كويس. قبل ما انسى، احنا واحنا بنخلط دلوقتي كمان احنا مشغلين الفرن على 200 درجه لمده 10 دقايق وهطفيها عشان تبقى الفرن هاديه دافيه، يعني درجه حراره فتره. تمام هديله صدمه دلوقتي. كده احنا عملنا اللبن اللي هيتخمر عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بصوا شايفين الفومة عاملة ازاي، هتتفاجئوا بالنتيجة. مش قادرة اوصف لكم النتيجة تعمل ازاي، انتوا هتشوفوها بنفسكم. طيب احنا دلوقتي هنصب في كوبايات. انا حطاها في صينية
سواء بقى عندك صينيه ألمونيا صاج اي حاجه تدخل الفرن، في حاجه من اتنين: اما تعملي شويه ميه في دافيه برضو زي حمام ميه كده، تحطيه في الصينيه بحيث يغطي نص الكوبايات اللي في الصينيه. اما عشان الناس ما بتظبطش قوي درجه الميه تسخن قوي او تبقى بارده، انا بفضل ان انا ادفي الفرن زي ما قلنا، وبعد كده هقفل كل كوبايه ورقه فويل الفوم اللي هو الورق الفويل دوت، وبعدين نغطي الصينيه كلها كويس قوي. نخلي بالنا ان احنا طبعا انا عملت ده دلوقتي، هسيبه لو انت عاملاه من بالليل هتسيبيه لغايه الصبح وبعدين تحطيه في التلاجة بحيث يبقى جاهز للاكل. لو انت عاملاه الصبحيه هتسيبيه لغايه اخر اليوم، وعلى الساعه 6 7 كده تحطيه في التلاجة. طبعا احسن وقت بالنسبه لرمضان ان انت بعد ما تفطري انت والاسره تقومي حاطه الزبادي، عامله القصه دي وحطها في الفرن لغايه وقت السحور، هتلاقيها بقت زي الفل وجاهزه على الاكل. تعالوا نشوف بقى واحنا بنصب عشان التركه التانية كمان في الصب زي ما هنشوف. دلوقتي عندي الصينيه اهي زي ما قلنا، انا مش هحط فيها ميه عشان الناس ما تتلخبطش. انا كل اللي هعمله ان انا مدفيه الفرن وقفلت عليه خلاص، ومجهزه الورق بتاعي اللي انا هقفل بيه الكوبايه. بصوا بقى، همسك كوبايه واعمل عن بعد كده عشان تاخد برضو شويه هواء. طبعا انت بتحطي بقى في الكوبايه اللي انت عايزاها الحجم اللي انتوا عايزينه. لو عندك الكوبايات اللي هي الالمونيا نفسها دي اللي هي زي الفوم بس بتجيب من عند الراجل برضو بتدي نتيجه حلوه قوي، بس انا بحب الحجم ده علشان بيبقى مناسب ان الواحد لو عايز ياكل كوبايه حب ياكل كوبايتين. اكتر من كده في الحجم ما بيبقاش لطيف قوي عشان لو حد ما قدرش يكمل يعني. هصب شويه كمان، كميه اقل شويه عشان الاطفال اللي عندي، مش شرط املاها كلها زي ما قلنا، ممكن اكل كوبايه تانية بس بدل ما يتاكل منها وبعد كده يتدلق الباقي او ترمي. وزي ما اتفقنا انا قصدي ان احنا ايه نصب عن بعد شويه. لو اتبقت الفومه تحت زي ما احنا شايفين دلوقتي اكيد مش هنسيبها، اكيد هنظبطها على وش الكوبايات لان دي عباره عن الخميره والقشطه بتاعه اللبن او وشه، فاكيد دي مش هتتساب كده يعني. شايفين الجمال؟ انا كده عملت الكميه اللي عندي كلها. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقفل كوبايه وبعدين نغطي الصينيه كلها بالورق الفوم. المنظر كده اهو. بصوا الكيلو طلع لي قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 على اساس ان دي كانهم كوبايه واحده كل 2، يعني كيلو لبن عمل لي 8 كوبايات زبادي. شوف كيلو لبن بكام، ولو هتجيبي 8 كوبايات زبادي بكام. وزي ما قلنا مش بس توفير كمان كنظافه. تعالوا بقى نقفل يلا ونلحق نحطها في الفرن اما تبرد. طبعا في معلومه مهمه انه احنا لو في الشتاء الموضوع هيطول شويه، عشان كده بغطيه كويس كل كوبايه وبعدين اغطي الصينيه كلها لو عشان البرد، لان هو بيبقى عايز درجه حراره دافيه. في الصيف الموضوع ما بياخدش وقت، يعني ممكن تخليه مثلا لو في الصيف 5 ساعات في الفرن هتلاقيه اداكي النتيجه اللي انت عايزاها، مش شرط يقعد 8 9 ساعات. وفي نفس الوقت مش شرط اغطي كوبايه في الصيف بغطي الصينيه كلها بالورق الفول بتاعتي. تعالوا يلا نشوف. انا كده هبدا اغطي كوبايه على قد ما اقدر ان انا احكمها كويس قوي زي ما انتم شايفين اهو. تمام. وارص ليه بعمل كده؟ عشان يفضل محتفظ بدرجة حرارته بقدر الامكان، فالتخمر عندي يدي نتيجة احسن. زي ما قلنا في الصيف انا ممكن ارص الكوبايات واقفل الصينية كلها بس بالورق ده، لكن عشان الدنيا شتا شوية وبرد والخميرة بتبقى عايزة تنشط وتشتغل بدرجة حرارة دافية مش ساقعة، فبضطر ان انا اقفل كويس كده. هنقفل دلوقتي الصينية برضو. يلا بينا ونستنى عليه 7 8 ساعات كده في الفرن ونشوف النتيجة مع بعض. بألف هنا وشفا. مش هننسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس.
يلا بينا. احنا كده الزبادي اهو بعد ما اتحضر هنشوفه عامل ازاي. شايفين ماسك نفسه ازاي؟ احنا كده لسه محطناش في التلاجة كمان. الوش بتاعه تحفة، قوامه جميل. شايفين عامل ازاي؟ نفتح واحدة تانية. بصوا، اتحداكم ان انتوا بتجيبوا الحاجة من عند اللبان بالطريقة دي، يعني حتى الزبادي البلدي ما بيبقاش بالشكل ده، يعني طبعا اكيد بيكون مخفف. شايفين وشه؟ شايفين جوه ماسك نفسه ازاي؟ لسه بقى كمان لما يتحط في التلاجة، لما يتحط في التلاجة ساعتين وتكليف الهنا والشفا، اتحداكي ان انت هتجيبي زبادي من بره تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مستنيه تعليقاتكم واقتراحاتكم زي ما معوداني، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. الف هنا وشفا عليكم. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده في مطبخ فاطمه هنعمل الزبادو البيتي الرائع بطعم الفراوله. كتير مننا بيعشق الزبادو، وطبعا مع غلو الاسعار ما بنبقاش نعرف نجيبه بسهوله، لكن تعالوا بينا نعمله بطريقه سهله وسريعه ومقادير بسيطه قوي في البيت. يلا بينا نعمل الزبادو البيتي بطعم الفراوله، وما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. كوبايه لبن ساقعه، كوباية سكر، كوبايتين زبادي شركات، نص كيلو فراولة مغسولة متقطعة طبعا، ويفضل تكون ساقعة كمان، وعندي كريم شانتيه وفانيليا، معلقتين كريم شانتيه وسنة فانيليا. هنبدأ بالطريقة بتاعتنا دلوقتي. اول حاجة خليني انزل بالفراولة، بعد كده هنزل بكوبايه اللبن بتاعتي الساقعه. طبعا لو كل حاجه ساقعه بتبقى جميله علشان يطلع المشروب بتاعي ساقع. بعدها هنزل بكوبايه السكر. طبعا السكر بقى على حسب التحليه اللي انت عايزاها. هنزل بعد كده بكوبايتين الزبادي، طبعا متفقين كلنا ان لو عايزه ازود الكميات بضاعف كل الكميات دي. سنه الفانيليا بتاعتي، مش لازم الكيس كله، ممكن نص كيس سنه بس كده. واخر حاجه عندي اللي هتدي التاتش الرائع والقوام اللي ملوش حل، الكريم شانتيه بتاعي معلقتين كبار عشان ما كانتش مليانه. خلصنا الزبادو. كل الحكايه ان احنا هنخلط كل الكلام ده مع بعض ونشوف النتيجه ونفضيها ونشوف احلى طعم زبادو بالفراوله. يلا بينا، وبفكركم تاني باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. هنشغل الخلاط دلوقتي. في حاجه مهمه نخلي بالنا منها، اني انا هشتغل الاول على الهادي وبعدين او مزوده سرعه الخلاط. كده احنا عملنا الخليط بتاعي الرائع
شايفين الجمال يا جماعه؟ حالا دلوقتي هفضيه في الكوبايه ونقارن بينه وبين اللي بنجيبه جاهز ونشوف الفرق. يلا بينا بسرعه. دلوقتي بقى عندنا الزبادو البيتي بالفراوله وعندنا الزبادو بالفراوله اللي جايباه من السوبر ماركت. هنفضي الاتنين مع بعض دلوقتي حالا ونشوف ايه الفرق بينهم. ده الزبادو بتاع السوبر ماركت زي ما احنا شايفين قوام، ونركز في القوام. تمام. وطبعا اللون انا مش محتاجه اتكلم، خلينا نتفق انه الحاجات دي كلها بيبقى فيها مواد حافظه، واكيد اللي بالفراوله واللي باي فاكهه ما بيبقاش فيها فاكهه طبيعيه زي ما احنا عارفين. واكبر دليل على كلامي انه زي ما احنا فاهمين الفراوله لونها احمر وده زبادو فراوله، فزي ما احنا شايفين اللون بتاع الزبادو اللي من السوبر ماركت اكيد ده مش محطوط له فراوله، او اذا محطوط له فمحطوط له حاجات بسيطه قوي في وسط كميه كبيره، غير طبعا انه في الوان صناعيه وفي مكسبات طعم وحاجات كتيره. تعالوا نصب بقى اللي احنا عملناه في البيت. هنخلي ده زي ما هو كده، نخلي بالنا من القوام. القوام تقريبا هو عشان اكون يعني بتكلم بعدل يعني، لكن خليني اقول لكم اللون انتوا نفسكم هتشوفوا الفرق بينهم. يا جماعه زبادو فراوله 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 طبيعيه جدا، غير ان واحنا بنشربه هنلاقي انه نحس بطعم قطع الفراوله الصغننه الدايبه. ده كده زبادو فراوله السوبر ماركت وزبادو فراوله اللي عملناه في البيت دلوقتي. زي ما انتم شايفين القوام تقريبا واحد، عشان ما بقاش يعني بقول حاجه مش صحيحه، لكن تعالوا نشوف اللون. الطعم انا متاكده ان هدوق دلوقتي قدامكم، بس انا متاكده ان انتوا نفسكم هتحسوا بفرق الطعم. بالنسبه للون بقى، هو اسمه زبادو فراوله، فمين بقى يعني انا مستنيه انتوا نفسكم تحكموا. انا عمري ما شفت فراوله بيضه، لكن دون معمول قطع فراوله طبيعيه جدا، وحتى واحنا بنشربه هنحس بالقطع الصغيره الدايبه فيه. فطبعا انا مش محتاجه اتكلم، غير بقى الكميه كتوفير وكميه بنحصل عليها من كوبايه بس لبن ونص كيلو فراوله. انتوا زي ما انتوا شايفين اهو. فاحنا كده حصلنا على حاجه نظيفه قيمتها الغذائيه عاليه بكميه كبيره وبتكلفه اقل بكتير جدا، والاهم من ده كله انها ما خدتش وقت خالص خالص، وسهل انها تتعمل في 5 دقايق. انا بقى هدوق معاكم دلوقتي. رائع رائع بتاع السوبر ماركت. بصوا هو في مزازه جامده، بتاع السوبر ماركت فيه مزازه جامده، وبجد مش حاسه بطعم فراوله فيه خالص، وبالعكس حاسه فيه زي حاجه حمضيه كده. عشان ما اتكلمش كتير في الموضوع ده، لازم تجربوا نفسكم، واتحداكم ان انتوا هتحسوا بالفرق واضح جدا، وهتبطلوا تجيبوا زبادو من بره تماما. طبعا مش محتاجه اقول لكم انه لو انا عايزه اعمله بالخوخ بالمانجا باي حاجه انا الولاد واحنا بنحبها هنعمله بيها نفس الطريقه بالظبط. افكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، وما ننساش التعليقات، وما ننساش لو عندكم اقتراحات عشان كل ده بيفرق معايا. بحب قوي اسمع اقتراحاتكم وتعليقاتكم علشان نعمل حاجات كتير قوي انتوا عايزينها. الف هنا وشفا ليكم.